يا جماعة، ايه اللي بيحصل في سورة غافر ده؟ وانا جاية على الحرم حاطة القرآن في ودني، سمعت سورة غافر بصوت سعد الغامدي. سعد الغامدي ايه يعني دماغ كده. ده يعني المفضل بالنسبة لي بعد المنشاوي، يعني لو مش المنشاوي هيبقى سعد الغامدي، ده من زمان. اسمعوا الغامدي وهو بيقرا سورة غافر. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بقيت مش عارفة امسك دموعي وانا ماشية، يعني انا حاطة الماسك واقول يا رب انا عايزة الماسك يطلع على عيني. اسمعوا معايا الحته دي، انا مش قادره، انا قلت يعني ايه، انا عملت هعمل فيديو كده يعني ايه سبونتينيسلي كده، يعني بعفويه بقى، انا مش عارفه انا هقول ايه بصراحه. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار، تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خليكم بقى معايا في اللي جاي ده، اللي جاي ركزوا معايا. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ، عايزاكي تتخيلي معايا المشهد ده، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. بما إنكم أنتوا اللي ودتونا في داهية، خدوا حتة، خدوا حتة من اللي احنا فيه ده انتوا أولى إن انتوا يعني خدوا من علينا سنة ولا 2، ده انتوا اللي واخديننا معاكم، انتوا اللي سحبتونا السحبة دي. قال الذين استكبروا إن كل فيها كلنا بقى فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار، لما خلاص بقى يئسوا يا عيني، يا رب احمدي ربنا انك مش منهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. طب يوم بس، خفف يوما من العذاب، أقل حاجة بس يوم، شيل يوم بس. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى جه. قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الحمد لله. ايه ده؟ سورة غافر كل شوية يقولك فيها فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، وكأنه بيقولك احنا عندنا فرصة مش عندهم. الحمد لله على انه غفار، الحمد لله انه غافر الذنب، الحمد لله انه عمال يدينا فرص، الحمد لله ان النار دي مش لينا. تتخيلوا هو عمال يعمل معانا كل ده عشان بيقول لك انا بحبك وان النار دي مش ليكي، النار دي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، والحاجات دي مش لينا. فتحمدي ربنا وتقولي يا حبيبي يا رب الحمد لله ان انت خلقتني مسلمه، الحمد لله ان انت خلقتني مؤمنه، الحمد لله يا رب عمال تدينا فرص 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 فرص، يكشي نرجع بقى ونتوب ونحبك وتحبنا وترضى عننا وندخل الجنه بتاعتنا احنا. دي ادم ان شاء الله نزل على الارض، ده مكانه مش هنا، مش على الارض، مكاننا في الجنه، ده بيتنا الاخير ان شاء الله. النار دي مش لينا. القرار اللي تطلعي بيه من حاجه زي كده لما تقري سوره زي دي، طالعه بيه تقولي الحمد لله الحمد لله. وايه بعد كده؟ تدعي ايه؟ تستغفري وتدعي يا رب وتقولي الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله ان احنا مسلمين، الحمد لله ان ربنا عمال يبعت لك في حاجات ورسائل وابتلاءات وشويه فيديوهات، ويبعت لك ناس تقول لك وتشد بايديكي، وابتلاءات يمكن تيجي وتروحي له، ويمكن 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 ويمكن، كلها رسائل عشان تروحي له وترجعي له، عشان بيحبك عمال يندهلك، عمال يجيب رجلك، عمال ينده فيكي، يقول لك يلا سعادتك هنا، هناكي وساعدك هنا دنيا واخره، انا عايزه ادخلك الجنه ولله المثل الاعلى، حبيب لك الجنه، يلا اعملي صالحات. وبعت لك رمضان. وحاجه مهمه خالص بقى، في واحده اكتر من واحده
سواء في تعليقات او في رسائل نصحتني بان انا اسمع لمحمد خيري، كتر الف خيرك، انا هرد لك الفضل ده لان انا سمعته واستفدت فعلا منه. قال على حاجه مهمه جدا في رمضان، قال رمضان محطه مش غايه. مهمه قوي الحته دي. انا عماله اقول لكم داخلين رمضان داخلين رمضان داخلين رمضان، ماشي جميل فعلا، رمضان محطه مش غايه، يعني مش نخش رمضان ها خلصنا نخش العيد بقى نقعد كده، لا 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 لا، دي محطه اللي هنشحن فيها عشان بعد كده، عشان نتشحن فيها شحنه كده وننظف فيها كل ذنوبنا وندعي فيها للي جاي، للي جاي لبقيه السنه ولبقيه العمر وبقيه بعد كده الى الابد ان شاء الله في الفردوس الاعلى كمان ان شاء الله. محطه شايل لنا الشياطين منها خالص عشان يقول لكم يلا محطه هنا، مفيش احلى من دي، محطه ذهبيه، مش اي محطه كده، مش اي محطه، لا 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 لا، دي محطه شهر كامل فاتح لك ابواب الجنه، قافل لك ابواب النار، مقفل لك الشياطين وبيقول لك يلا، رحمات كتير، ملائكه في كل حته، يلا بقى يلا يلا، اللي عايز يقبل يا باغي الخير اقبل، يلا اللي عايز خير يجي اللي عايز خير للدنيا وللاخره وغفران وسعد وهنا في الدنيا، واللي عايز مغفره من ربنا ورحمات وعايز يقرب من ربنا اكتر وعايز يبقى من المتقين واللي عايز يبقى من المحسنين واللي عايز يرتقي في درجات واللي عايز ربنا يحبه واللي عايز يحب ربنا واللي عايز يعرف ربنا اكتر واللي عايز يحسن الى الناس واللي عايز يحسن من نفسه ويطورها، كله 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 محطه حلوه جدا. فكان لازم المحطه دي نستعد لها، كان من الطبيعي ان احنا نستعد للمحطه الذهبيه اللي مش بتيجي الا كل في السنه مره، وفيها ليله قدر، فيها تغيير للاقدار، تغيير للاقدار دنيا واخره، ممكن يبقى مقعدنا نار يتحول جنه في ليله القدر، يلا خلاص لا ان شاء الله بامر الله كده انا وانتم باسامينا، يا عبله يا ساره يا امان يا فاطمه يا اسلام يا محمد يا احمد يا محمود يا امان يا هبه يا كلكم، يلا يا شاهيناز يا كريمه يا ندوده يا كموله يا عسوله يا كتكوته، كلكم ادي الاسامي وربنا ما بيرجعش في كلامه، يلا كلكم كده بالاسم معتوقين من النار. يعني ايه معتوقه من النار؟ يعني تعملي عمل اهل الجنه لاخر يوم في عمرك، في رضا بس، في رضا من ربنا بس لاخر يوم في عمرك. وايه وحاجه ربنا احنا اتفقنا ان كلها فيها السعاده كمان، يعني تعملي عمل اهل الجنه تروحي بيه الجنه ان شاء الله في الفردوس الاعلى، مش اي جنه، احنا عايزين الفردوس الاعلى. اذا سالتم فاسالوا شيئا عظيما اسالوا الفردوس الاعلى. ولو هندخل احنا داخلين برحمته وكرمه وفضله، بس احنا قاعدين شطانين في كرمه وفضله ووجوده مش باعمالنا خالص، بس ما اسالش الفردوس الاعلى ليه؟ سقفها عرش الرحمن. وكمان ابقى العمل اهل الجنه ده هو اللي بقول لك لقيت فيه سعادتي واتهنى كمان في الدنيا، يعني في ايه خير احنا مستنيينه؟ طيب لا ما ينفعش نفوت الخير ده، ما ينفعش. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ احنا لينا لايف تاني ان شاء الله في يوم جمعه الخميس ليله الجمعه اللي قبل رمضان على طول، مش اللي جاي ده، اللي قبل رمضان على طول. ده مش عشان انا عبله لاشين تدعي لك يا بنتي، لا، مش كل الفكره ان انا عايزه يبقى في بيني وبينك ود، بدل ما يعني اكلمك وتكلميني، بس بدل ما نتكلم في كلام فاضي واي كلام وانت بقى منين يا عبله وكلام فاضي، لا استغلها ان انا ادعي لك. والحاجه الثانيه ان انا جايه هنا ربنا مفضلني وكرمني بحاجه في ناس نفسها تبقى هنا، فانا بقول يا رب انا عايزه انفق منها، يعني عايزه ادي للناس منها، فابسطها قلت اديكي دعوتين، ادعو الى الله من المكان ده، اديكي معلومات انا بحاول اتعلم واديها لك، والحاجه الثانيه ان انا ادعي لك من هنا ويبقى في بيني وبينك ود اكتر. لكن انت بتدعي ربنا يحب يسمع صوتك وصوت قلبك يا ماما، مش كل شويه حد يدعي لي يمكن حد فيكم الى الله اقرب، الكلمه دي ما بحبهاش خالص، ده ربنا باعت لك كل البلاوي اللي انت فيها دي عشان يسمع صوتك، عشان تبقي الى الله اقرب، عشان تروحي تقربي له وتخبطي على بابه كده وتقولي يا رب انا جايه لك رغم ان انا مقصره انا عارفه، بس يعني اقسمت عليك يا رب تعمل كذا وكذا وعايزه كذا والحقني يا رب في كذا. امال هو بيعمل كل ده ليه؟ عشان تروحي له وتقي بابه. الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم اذا يسال يغضب. ربنا يحبك تساليه. انا مجرد بس من هنا كده بودك مش اكتر، يعني كنوع من الموده والمحبه ان انا ادعي لك مش اكتر، عشان انده اسمك واقول لك ازيك وكده، بس مش اكتر من كده. ماشي؟ ربنا يصلح احوالكم كلها على العهد زي ما احنا، الصلاه على النبي والاستغفار وقراءه القران والقيام. والله بص حاجه ربنا كلها حلوه. ايه ده؟ يعني بجد اللي ما راحش ربنا محروم. بجد بقى اللي ما راحش ربنا، اللي مش مقرب من ربنا، اللي مش عامل قصه حب جميله مع ربنا، اللي ملوش كده قصه يقعد يحكيها للناس، تصدقوا ربنا عمل معايا كذا والحمد لله وسبحان الله ربنا عمل كذا وتصدقوا اللي معلوش قصه زي دي مع ربنا
فايتك كتير، فايتك كتير. دي احلى حاجه حصلت في حياتي تقريبا، مش تقريبا، هي دي احلى حاجه حصلت في حياتي. قصه الحب اللي بنيتها مع ربنا دي، او اللي ربها ربنا، اللي بصراحه مش عارفه يعني، ربنا دايما هو اللي بادئ، هو اللي دايما بيبدا. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. هو اللي بيبدا، هو اللي عمال يسحبك دلوقتي، هو باعتني بيسخرني ليكي بس مش اكتر، عمال يقول لك يلا تعالي اعملي كذا، وهبعت لك رمضان وهعمل لك كذا ويلا، وانا بابي مفتوح، وقيام الليل انا هتنزل لك مخصوص، وفي السجود في اقرب وضع ليا هو السجود، اسجدي وانا ابقى وانا اتنزل ليكي بتنزل يليق بعظمتي وجلالي في الثلث الاخير مخصوص عشان تدعيني واستجيب لكل دعواتك وكل دعواتك. يلا يلا، في خير كتير قوي 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 مستنيكوا قوي قوي، ما تفوتوهوش. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. تمام الله، تمسك بخير.